بسم الله الرحمن الرحيم. الصحراء الغربية العيون حرر في 25 شتنبر 2013 بيان تنديدي على إثر ما وقع من أحداث مأساوية في مدينة آسا يوم الاثنين 23 شتنبر 2013 وما تلاه من أحداث دامية أسفرت عن اغتيال الشهيد رشيد الشين وما ترافق مع ذلك من تدخلات عنيفة وهمجية ودموية وأعمال تخريب استهدفت المنازل والعائلات الصحراوية وما تزامن مع ذلك من تطويق أمني لكل المداشر والمدن الصحراوية كمدينة العيون وبوزدور والسمارة والطنطان وقلميم ومنع لكل الأشكال النضالية السلمية وما لحق ذلك من تعرض الصحراويين للتعنيف والدفع والسب والشتم على مرور هذه الأحداث. ندين نحن تنسيقية رافدي الجنسية المغربية ومنظمات الكرامة والعدالة لحقوق الإنسان كل هذه الجرائم المرتكبة في حق الشعب الصحراوي والغير مبررة والمبالغ فيها، ونعتبر هذا خرقا سافرا لحقوق الإنسان وقفزا على الشرعية الدولية واستصغار الدولة المغربية للمجتمع الدولي. وبهذه الأحداث نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لفك الحصار ولرفع المضايقات التي يعيشها الشعب الصحراوي على مستوى نقاط تواجده. كما ننقل تعازينا الحارة لعائلة الشهيد رشيد الشين ونعلن انخراطنا في الحداد الوطني المعلن لمواساة عائلة الشهيد. ومن هنا لا يفوتنا كذلك إعلان التضامن اللامشروط مع الصحفي علي أنوزلا ونستنكر اعتقاله الغير مبرر. كما نطالب الدولة المغربية العدول عن هذا الإجراء الذي نعتبره مسا سافرا وقفزا على حرية الصحافة والتضييق عليها. بيان مشترك عن المكتب التنفيذي لمنظمة الكرامة والعدالة لحقوق الإنسان وتنسيق رافدي الجنسية المغربية.